بسم الله وباسم الوطن العزيز أحيي وأهنئ جميع أبناء وبنات السودان الكرام، وأخص تحية لجنودنا البواسل في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، القوات المشتركة، قوات المقاومة الشعبية، الإسناد الشعبي، ومنظمات المجتمع المدني، وجميع فئات الشعب السوداني التي استبسلت وقدمت تضحيات جسيمة في معركة الكرامة، المعركة التي حاولت الأعداء تمزيق الوطن وكسر هيبته وانتهاك حرمته وسيادته ووحدته. كما أهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا باليمن والبركات في هذا اليوم المبارك الذي من الله علينا بفرحتين، العيد وفرحة الانتصارات. وجب علينا أن نشكره على هذه النعمة، ونسأل الله أن يتم علينا نعمته بتحرير كل شبر من أرض السودان من دنس المعتدين. وكما لا ننسى في هذا اليوم دور أبطالنا من الشهداء والجرحى والمفقودين الذين قدموا أرواحهم رخيصة لكي تبقى أوطاننا حرة أبية كريمة. بفضل الله وبفضل الدماء هؤلاء الشهداء والجرحى تحررت الجزيرة والخرطوم، وظلت فاشر السلطان صامدة، وعروس الرمال الأبيض راسخة، وكادوغل الجبال شامخة، وباب النوسة متينة. كل هذه الانتصارات كان مهرها دماء أبناء وبنات السودان البررة، لهم منا كل التحية. ولشهدائنا الكرام الرحمة والبركة والشفاء العاجل لجميع الجرحى، والعودة الحميدة للمفقودين والأسرى. كما نسأل الله أن يعيد للاجئين والنازحين والمهجرين إلى وطنهم السودان قريبا. نحن في عيد الفطر الثالث منذ اندلاع الحرب، وبلادنا تنتهك سيادتها وتهدد وحدتها بتلك الحرب التي أخطأنا نحن في تسميتها قبل الآخرين. لقد سميناها بالتمرد، ورددوا من خلفنا الآخرون، وبالأحرى هي حرب أطماء والنفوذ الأجنبية اتخذت من بعض أبناء الوطن حصان الطروادة تحت شعارات زائفة كمظهر تضليلي، لأن التمرد عادة يطلق على شخص أو مجموعة أو تنظيم يحمل مطالبا وطنية شرعية، فتدفعه تلك المطالب ليعلن العصيان على السلطة الحاكمة، عكس تماما من تلك التي دبرت وحبكت وخططت بغرض الاستيلاء على الوطن كله باستخدام عناصر داخلية. في هذه الحرب الدولية على السودان، وللأسف لم يخجلوا في تورطها حتى قادة الجوار الإقليمي الذين يتواطؤون مع قوى أجنبية أخرى مقابل دراهم بخس من أجل السيطرة على السودان أو تفكيكها كهد أدنى. هؤلاء القادة هل يدركون قيمة الجيرة حقا؟ هل الجيرة عندهم تعني مجرد موقع جغرافي تشاركه حدود مع الدولة أخرى هي امتداد اقتصادي أمني اجتماعي شعبي، وعلاقات في الدم والتاريخ والدين والثقافة؟ ما يجري اليوم من وراء حدودنا هو الجهل بهذه المكونات الأساسية التي تقوم عليه الأمن والسلام بين الشعوب. وعلى صعيد الداخلي، هذه الحرب هي نتاج لتراكم أسباب الخلل البنيوي الذي جهلته قيادة البلاد عبر حقب من تاريخنا الوطني. وذروة ذلك الخلل تمثلت في عدة إخفاقات، منها
الأنظمة الحاكمة لجأت إلى المحسوبية للدفاع عن الفساد وتجيير المؤسسات لصالح الأسر والجهويات بغرض بقاء مصالحها. الهروب من سلطة الشعب والديمقراطية باستخدام آليات ديكتاتورية وقمعية وأنظمة شمولية لا تعرف غير استغلال واحتكار الفرص على البعض وإفساد الخدمة العسكرية والمدنية. كل هذه الإخفاقات قادت البلاد إلى ما نحن نعاني اليوم من الحروب واللجوء والفقر والجهل. هذا هو الناتج الطبيعي للشمولية، ومنها تم تأسيس قوات ميليشيا الدعم السريع الموازية لمؤسسة الجيش خوفا من الثورة والثوار. وهكذا تدهورت الأوضاع ووصلت البلاد إلى قمة الأزمة في 15 أبريل 2023. نحن اليوم أمام اختبار عظيم، ولم يبقى لنا إلا خيار واحد، وهو البحث عن المخرج السليم. وكما قلنا من قبل، المخرج هو الوفاق، والوفاق يعني الاعتراف ببعضنا البعض والمكاشفة في طرح ما اختلفنا حوله، والحوار لتغريب المسافات بين أوجه النظر المختلفة، وإيجاد الأرضية مشتركة تجمع كل التنوع الذي يصغر به السودان، ومن ثم الخروج بعقد اجتماعي الذي يجمعنا بحدودنا الدنيا. أيها المواطنون الكرام، أهلي في دارفور، النازحون واللاجئون القدامى منهم والجدد، رغم أننا لم ننجح حتى اليوم في تطبيق ما التزمنا به في اتفاق سلام بسبب العقبات الناتجة عن الأحداث المتصارعة، إلا أننا متفائلون أن يفهم جميعنا وخاصة قادة المجتمع الحالي الظرف الذي تمر به بلادنا الحبيبة، ونأمل أن نعي كلنا درس من الأخطاء التي أقعدت بالوطن، وأن ندرك جميعنا لا بديل إلا قبول بعضنا بعض. فلذا يجبرنا الحال أن نضع في الفترة القادمة أولوياتنا من أسس المساواة في المجتمع السوداني، وهو أمر لن يتحقق إلا من خلال مساواة في التعويضات، مساواة في الدعم عودة النازحين واللاجئين، مساواة واهتمام في تقديم الخدمات من موارد البلاد، مساواة في إشراك في مؤسسات المدنية والعسكرية، مساواة في توزيع الفرص في قطاعي العام والخاص، ذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية. أخيرا أتقدم بأحر التهاني العيد لأبنائنا وبناتنا وأمهاتنا الأبطال في الفاشر وزمزم بما يقدمتموه من التضحيات من أجل الوطن والعرض والحرية، مثلما قال الشاعر: وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق. كما قال الزعيم ماديبي نيلسون مانديلا قائلا: بعد أن ترفع أيديك في المعركة إنه يتوجب عليك تقديم التضحيات. وبالفعل لقد قدمتم تضحيات من أجل هذا الوطن، وحين تضع الحرب أوزارها تستحقون جزاء يليق بالتضحيات التي قدمتموها من أجل وطنكم العزيز، بالرغم من أن ليس للنضال جزاء سوى الحرية والكرامة وتساوي الفرص